ركز معايا يا محترم. اولا بالعاطفة والقلب، المشهد مؤلم جدا جدا وحزين. علم دولة راشيل بيدنس هوا مصر. انا عارف ومعاك ان المشهد مستفز حقيقي، واكيد اي انسان عنده نخوة او ذرة انسانية مش هيقبل بالوضع ده، لكن هي دي الحقيقة، شئت ام ابيت هي دي الحقيقة. ثانيا وبالعقل والمنطق، للأسف لا يمكن منع سفينة دولة ليست في حالة حرب مباشر مع مصر من المرور في ممر قناة السويس، لأنك لو منعت عبور أي سفينة أيا كانت جنسيتها فأنت معرض لحاجة اسمها إعادة تدوير القناة، لأنك أسأت إدارتها، أو أقل شيء هو لجنة حماية دولية هتتفرض عليك من أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وموانيك هتنضرب، وأهداف داخل العاصمة كمان هتنضرب. وده كان مبني على حدث بيحصل بالفعل حرفيا النهارده في اليمن عند مضيق باب المندب. ثالثا وده الأهم ما وراء المشهد، تسريب الفيديو خطوة ناجحة من خطوات مخطط شيطنة مصر في الوطن العربي وتأجيج الرأي العام المصري، وفعلا نجحوا في ده. رابعا وده الأهم، هي قراءة المستقبل القريب. ركز معايا، ما تستعجلش، ما تشنكش، الحرب قادمة لا محالة. وقتها أتمنى فقط أن دعم الغاضبين جيش مصر، ويخيب الله عز وجل ظن فيهم. وإن كنت أشك إن أول ضربة لمصر هتكون من قواعد دول عربية أنتوا عارفينها بعينها. ربنا يحفظ مصر ويحفظ شعب مصر ويحفظ جيش مصر، وشكرا لكم.